مرحبا مشاهدي قناة أورين 360 إلى الحلقة الثالثة من رحلتنا إلى مدينة كركوك، ونحب نذكركم بمشاهدة الحلقتين السابقتين على القناة، واعطونا آراءكم عن الحلقات في التعليقات، ونستمر في رحلتنا في عرض حكاية كركوك. والبداية من المكتبة المركزية العامة في المدينة. هذا الصرح الثقافي العريق يرجع تأسيسه إلى عام 1932 حيث أنشئ في دائرة المعارف بشكل مؤقت آنذاك. وفي عام 1937 تم بناء البناية الحالية للمكتبة على ضفاف نهر الخاصة في الضفة المقابلة لقلعة كركوك التاريخية، وهذا بعد أن تم التبرع بأرض البناية من قبل المرحوم السيد أحمد خانقة المتصوف والسياسي، وهذا ما تثبته هذه الجدارية باللغة الكردية داخل المكتبة. تم تشييد البناية بشكل مبهر على المعمارية الأندلسية التي تجمع بين العمرانية الشرقية والغربية الأوروبية بسقفها العالي وأعمدتها الطويلة المتجاورة لبعضها البعض. عند الدخول إلى المكتبة ترى هذه المعلقة وهي فهرسة بأصناف الكتب والمراجع حسب الأرقام. بعدها ستتوجه إلى هذه الدرجة القديمة وهي موجودة منذ بناء المكتبة، وظيفتها هي اختيار كتاب محدد حسب الرقم الذي اخترته من لوحة الفهرسة. في البداية تختار عنوان الكتاب الذي يناسبك، ثم تعطي العنوان والرقم لموظف المكتبة ليعطيك كتابك المنشود للمطالعة. دخلنا تاليا إلى محاجر ومخازن الكتب، والذي يبلغ تعداد كتبها اليوم نحو 40,000 كتاب بين اللغات العربية والكردية والإنجليزية والتركية والقليل من الفرنسية. تعرضت المكتبة لحادثين مأساويين منفصلين فيما سبق، إذ بعد فيضان نهر الخاصة في عام 1953 لحقت أضرار جسيمة بالمكتبة، وبعدها تعرضت البناية إلى حريق أدى إلى إحراق العديد من كتبها ومراجعها القيمة. وتحتوي المكتبة على كتب في كافة المجالات، منها الفلسفة والأدب والرواية وعلم النفس ومجالات أخرى كثيرة. وتحوي قسما خاصا برسائل الماجستير للطلبة في الكليات والجامعات المختلفة. والمكتبة تحوي مراجعا قديمة وقيمة في مختلف مجالات المعرفة، وتم نقل البعض منها إلى متاحف بغداد لأهميتهم التاريخية. مخازن الكتب مرتب بشكل مثالي وممتاز، لذا نشد على أيادي الموظفين القائمين عليهم. وهذه هي قاعة المطالعة في المكتبة. وسابقا كان يقصدها طلبة البكالوريا من السادس الإعدادي للمذاكرة، ومحدثكم كان منهم. وقد سميت المكتبة بالمركزية لارتباط مكتبات أخرى فرعية بها كالمكتبة العامة في قضاء كفري والمكتبة العامة في قضاء دوس خرماتو، عندما كانوا إداريا جزءا من المحافظة قبل سياسات التغيير الديمغرافي من قبل الحكومات آنذاك. قد تكون المأساة الثالثة والأخيرة للمكتبة هي عزوف الشباب أو الناس عموما عن ارتيادها أو التوجه نحو التنور والمطالعة، واليوم كركوك أحوج من أي وقت مضى إلى جيل مثقف بأدوات الفكر التنويري. وهنا انتهت زيارتنا إلى المكتبة العامة، وانطلقنا نسرد بقية الحكاية. تاليا توجهنا نحو شارع الحمراء الذي كان يحتوي على بناية سينما الحمراء، وتلك هي ما تبقى من واجهة بناية السينما. كركوك كان يحتوي على العديد من دور السينما الصيفية والشتوية كسينما أطلس والعلمين وغازي وغيرها الكثير، وكان يعرض فيهم الأفلام العربية والأجنبية المختلفة. اليوم تحول بناية السينما إلى موقف للسيارات بعد أن أغلق أبوابها في نهاية التسعينات كدار عرض سينمائي. هذا الدار الذي كان يصدح جدرانها يوما بأصوات أفلام الزمن الجميل، وعلى الخصوص أفلام فريد الأطرش الذي كان السينما ينفرد بعرضهم.
السينما الحمراء إحدى أقدم دور العرض السينمائي في هذه المدينة، ويرجع بناؤه إلى بداية الأربعينات من القرن الماضي، وتم بناؤه من قبل صالح جبر التاجر اليهودي من كركوك. ومن سينما الحمراء توجهنا إلى شارع الجمهورية الذي يعد من أهم الشوارع التجارية في كركوك، وتم تأسيس هذا الشارع في العهد الملكي وتحديدا في عام 1939، وكان يعرف بجزء منه آنذاك باسم شارع الأطباء. وبعد إعلان الجمهورية في عام 1958 تم تغيير اسم الشارع إلى شارع الجمهورية. ومنذ تأسيسه يعد وجهة تجارية بطابع حداثوي، إذ كان يحتوي قديما على أرقى الفنادق ودور السينما والمحلات وأمهر الخياطين، وكانت وجهة أساسية للشباب والشابات في المدينة. أحد أهم المعالم القديمة فيها هو غازينو المنتدى الثقافي القديم، والذي يعرف اليوم بغازينو المنورة، والذي يقع في وسط شارع الجمهورية ويتميز بشكله الدائري. تأسس الغازينو في بداية الستينات، وكان وجهة للمثقفين من الشباب في المدينة. وحمل الكازينو أكثر من اسم، فكان المنتدى الثقافي في بداياته، ثم كازينو المدورة بسبب شكله الدائري، ثم كازينو النصر، وأخيرا كازينو المنورة. كان يقدم في هذا الكازينو معارض الرسم والأمسيات الشعرية والغنائية، يوم كانت كركوك وشبابها رمزا للثقافة والتنوير. تاليا تركنا الكازينو وتوجهنا نحو سوق أحمد آغا، وقصدنا فيها سوق السمك أو السماجة. هذا السوق قائم منذ أكثر من نصف قرن في هذا المكان، ويباع فيه أنواع مختلفة من السمك البحري والنهري وأسماك الأحواض، وهذه إحدى علوات بيع السمك بالجملة. وبعد ما تشتري السمكة تقدر هنا تشويها وتاخذها حاضرة للأكل. واحد المطاعم السمك اللي انشهرت بالآونة الأخيرة هو مطعم طلشات، واللي عنده أكثر من فرع بكركوك. توجهنا لتجربة السمك عنده. أصناف السمك متعددة، والطلب الأكبر في المطعم على الأسماك المقلية، والمكان مزدحم بشكل دائم لأن أسعاره مناسبة، والمكان نظيف بشكل ممتاز. الأسماك من أهم الأكلات التراثية على المائدة الكركوكية. والآن وجهتنا نحو سوق القورية التراثي. وعلى الرغم من الإهمال الخدمي الحكومي الشديد لها، إلا أنها تبقى من أجمل الأسواق الشعبية التراثية في كركوك، فتجد فيها أنواع الخضار والفواكه ومحلات بائعي اللحوم المختلفة. وبالمناسبة الباصرمة من أهم الأكلات التراثية بكركوك، وتلقاها عند أغلب القصاصيب وبائعي اللحوم. وكم هي جميلة هذه الوجوه المبتسمة المليئة بالحياة والحيوية في الأماكن الشعبية. وطبعا العطارة بكل مكان، لأن الكركوكيين كلش يحبون البهارات. وكان السوق يشتهر سابقا بمحلات التوتنشية أو بائعي التتن. وتعد القورية أحد أكبر وأقدم المناطق في كركوك، ويتفرع منها عدة محلات سكنية. منتج لهذا السوق لازم تزور أبو لوزة،
باع لفات الباصرمة والروست والفلافل. أبو لوزة بالستينات من عمره، وورث هذا المحل عن والده، وهي من المحلات التراثية الرائعة داخل السوق. وأبو لوزة محول جدران المحل إلى متحف رائع للصور التاريخية والتراثية وصوره الشخصية الرائعة. وطبعا أبو لوزة من أهل الكرم والضيافة، وما خلانا نعوف المحل بلي ما نضوق بلفاته الطيبة. تاليا توجهنا إلى أحد المقاهي التراثية الجميلة داخل سوق القورية. الكل هنا مبتسم ومليء بالحياة. في كركوك التراث والتاريخ في كل مكان. وكل المشروبات الساخنة هنا ب250 دينار فقط. راح أخلي لكم العنوان بصندوق الوصف. صوت البلابل بهذا السوق هو نغمة خاصة، لأن كل دكان يربي بلبل أو أكثر. تاليا مررنا بشارع أطلس، واللي يعد من أحد أقدم الشوارع في المدينة، واللي كانت وما زالت تحوي محلات تجارية وحرف يدوية مختلفة. وكان الشارع يحتوي على سينما أطلس وفنادق واستديوهات للصوت، وكانت وجهة أساسية لأهل المدينة. وهذه صورة من الستينات والثلج يغطي الشارع. أغلب بناياتها القديمة هدموا ولم يبقى لهم أي أثر. صورة قديمة لإسترين بانك، والذي شيد اليوم في مكانه في هذا الشارع محلات صياغة الذهب. ووصلنا تاليا إلى القرب من مقهى المجيدية القديم، والباعة الذين يفترشون الأرض لبيع الأدوات القديمة والمستعملة والزجاجيات. تشتهر كركوك بوجود العديد من الجسور فيها، لأن نهر الخاصة المار بوسط المدينة يقسمها إلى صوبين. فهذا هو جسر مستشفى الولادة، والجسر الرابع في جنوب المدينة، وهذا هو جسر غرناطة، والعديد من الجسور الأخرى على هذا النهر. زرنا محل التسعين القديمة، وتوجهنا تحديدا إلى محطة القطارات فيها. تم تشييد هذه المحطة في نهاية الثمانينات بعد إنشاء خط سكة حديد كركوك بيجي حديثة، وتوقف المحطة عن العمل في عام 2002، وتوقف معها النقل السككي في كركوك. وتعد إحدى أجمل البنايات الحكومية في المدينة من الماضي القريب. المحطة القديمة للقطار، والتي تم تشييدها في منطقة حمزلي في عام 1920 من قبل الإنجليز، كانت تربط كركوك بخانقين وجلولاء ومنها إلى بغداد بإجمالي 323 كيلومتر من خط سكك الحديد. وتطور هذا الخط السككي لاحقا لتشمل أربيل شمالا والموصل غربا وإلى الفاو جنوبا، واندثر وجود هذه المحطة وأغلب خطوطها السككية بعد التجاوز عليهم، واندفنوا تحت أساسات الدور السكنية والبنايات الجديدة. وكانت المحطة القديمة تحوي مصنعا للحديد والصلب وورشة لتصليح السكك والقطارات في داخلها. واليوم سنستعرض هذه البناية التي شيدت بعد إزالة التي سبقتها. تم بناء هذه المحطة من قبل شركة هيونداي الكورية الجنوبية كجزء من عدة عقود للنهوض بالواقع السككي آنذاك.
يتسم البناء بتصميم عصري من الثمانينات بعمرانية بسيطة بدون تكلف وزخرفة. عمر البناية تقارب 40 عاما، لكنها تبدو وكأنها شيدت في الأمس. وهذا هو شباك التذاكر في المحطة. البناية بطابقين، ونتوجه من هنا لاستكشاف الطابق العلوي. نسبة دخول الضوء إلى داخل المحطة ممتاز جدا، ونحن الآن نقوم بالتصوير والمصابيح مطفية، لكن كل شيء واضح في الفيديو. يحتوي هذا الطابق على قاعات للاستراحة ومحلات وأسواق. وهذا هو البوفيه أو مطعم المحطة. يبعث الديكور راحة نفسية بهذه الإطلالات والديكور الهادئ. واللون البرونزي سمة طاغية ورائعة في هذه المحطة. وهذه هي نقشة الأرضية إلى باب الخروج نحو سكة القطار والعربات. والآن سنستعرض السكة وعربات القطار في المحطة. مقاعد هجرها جالسيها منذ ما يقارب 25 عاما، والسكون يفرض صمتا على أرصفتها. هذا هو حال محطة كركوك اليوم. وعربات القطار حالهم يغني عن سؤالهم. عربة المسافرين هذه قابعة في مكانها منذ أكثر من عقدين، والصورة ستحدثكم عن نفسها بنفسها. العربات تعاني من الإهمال ومسها أيادي التخريب، وأبواب أغلقت عنوة وصودرت أسفارها. وهنا عربات لنقل البضائع، كانت تنقل البضائع سابقا، ولم يكن للشرور ومخاطر التريلات اليوم من وجود. وكانت هذه الوجهة الأخيرة على ما تبدو لهذه العربات. وهنا صهاريج نقل النفط ومشتقاتها التي لم ير الكركوكيين منهم خيرا سوى شرهم. تحوي المحطة 3 أرصفة لعربات المسافرين ورصيف آخر لعربات البضائع، فكان المسافر يغادر الرصيف أو بالعكس عبر النزول من هذه الأدراج نحو الأنفاق الأرضية. وحتى أنها تحوي ملجأ لحالات الحروب وما أكثرها في هذه البلاد. ومن ثم يتجه المسافر المقبل على المدينة خروجا نحو بناية المحطة، ومن هنا تتوجه إلى داخل المدينة تاركا المحطة عبر باصات المصلحة هذه والتي هي الأخرى قد أخرجت من الخدمة والركن هنا كأجسادا غادرها أرواحها.
كانت الحجة الأخيرة في عدم إعادة تشغيل المحطة وخط سكك كركوك هو تفجير جزء من الجسر السككي في الفتحة في محافظة صلاح الدين من قبل المجاميع الإرهابية قبل سنوات، مع العلم بأننا نسمع دوما بقرارات لإعادة إعمارها، فأين الرقيب؟ ومتى سيرجع للمحطة زهوه وينكسر فيها طوق الصمت على صفير عرباتها لترجع عقارب ساعاتها تحدد مواعيد السفر من جديد؟ لا نريد أن تحكى لنا بعد الآن قصص السفر عبر القطار ممن عاصروها سابقا، بل نريد أن نعيش قصصنا الخاصة في أسفار سككها، فهل من مجيب؟ المحطة الأخيرة لنا في هذه الحلقة هي هذه الصور الجوية للملعب الدولي في كركوك. الاستاديوم أو الملعب تم تجديدها مؤخرا بمواصفات عالية، سنترك لكم التعقيب والتعليق على تفاصيل وتاريخ إنشائها في التعليقات. Hello, Liza. How do you do? I'm writing you a letter. I hope it reaches you. وهنا انتهت الحلقة الثالثة من رحلتنا إلى مدينة كركوك، لكن لنا لقاء آخر وأخير في الحلقة القادمة لسرد بقية حكاية كركوك في هذه الرحلة. نرجو أن وفقنا في إمتاعكم وإثراء خزين معرفتكم. ادعمونا بالاشتراك في القناة، ولكم كل المحبة ودمتم سالمين.